السلام عليكم خوتي، ان شاء الله يربي تكونوا بخير. معكم خوكم كمال دائما من قناه بلانيت ديزاين. كما عودتكم خوتي، يوم ما تكون حاجه جديده راني شاركها مع خوتي، فلهذا خوتي ما تنسوناش دائما بالاشتراك في القناه، وكذلك دعمونا باللايك خوتي باش الفيديو يوصل لاكبر فئه ممكنه. المهم خوتي، في البرومي نوفمبر ان شاء الله راح يكون توزيع سكنات، والخبر هذا خوتي منقول من اذاعه وهران، اللي راح نخلي لكم خوتي الرابط نتاعها في صندوق الوصف لمصداقيه القناه. وبلا ما نطول عليكم خوتي، نروحوا مباشره للمقال. توزيع السكن في الفاتح نوفمبر. ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بمقر البنك الوطني للإسكان اجتماعا تقنيا تم التركيز فيه على النقاط التالية: صيغة العموم الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر، يعني بريمي نوفمبر خوتي، هذا اللي راه جاي المقبل بمناسبة الذكرى 70 للاندلاع الثورة. أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل أنحاء الوطن. بالنسبة خوتي للولايات المعنية واللي راح تكون حاضرة في الاجتماع والسالفة للذكر، فيمكن سرد بعض الأمثلة. ولاية وهران خوتي راح تكون معنية بحصة جد معتبرة يقدر النسبة تاعها 1597 وحدة سكنية صيغة عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع. ولاية سمسيلت لها كذلك حصة مهمة 900 وحدة سكنية عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع. ولاية ورقلة خوتي 1000 وحدة سكنية عمومي إيجاري، هي الأخرى معنية بتوزيعها ككل ولايات التراب الوطني. بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرامج المخصصة لها، عدل 2. كما أن ولايات كل من شلف، تلمسان، سيدي بالعباس، مستغانم، وهران معنية بتوزيع الحصص المتبقية خوتي من هذا البرنامج اللي هو عدل 2. وزير السكن صرح أن القطاع مع موعد هام بمناسبة 70 الثورة خاصة، وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى. ان شاء الله يا ربي يكون هذا خوتي خبر يفرح الناس المعنيين خوتي بالتوزيع هذا، ونقولوا ان شاء الله ربي يفرج على الناس المغبونين. وما بقى لي هنا خوتي نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.